إياد العسقلاني المدافع التاني الأقرب جدا دلوقتي للانضمام للنادي الأهلي بعد ضم ياسين مرعي فاركو. تعال أقول لك كل حاجة عنه، أرقامه وإحصائياته ومميزاته ونقاط القوة والضعف. بس اعمل كوباية الشاي التقيلة الصعيدي بتاعتك عشان تفوقك، ودوس لايك للفيديو عشان تساعد في انتشاره، ويلا بينا يا أهلاوي. اولا رقميا الموسم ده اياد ما لعبش للاسف بسبب اصابه الرباط الصليبي، فكلامنا كله هيبقى عليه قبل الاصابه. اياد موسم 2023 2024 لعب 25 ماتش بالظبط، عمل فيهم 2 اسيست، واحد مع الاسماعيلي وواحد مع روستوف فريقه الروسي. ودي حاجه حلوه قوي انه مدافع وبيقدر يصنع اهداف. ولكن تعالى نتكلم على اكتر نقطه سلبيه في اياد. في 25 ماتش بس خد 10 انذارات، لا ومش بس كده، وكمان 3 كروت حمراء، وده رقم كبير جدا جدا وبيدل على الخشونة والتهور في أدائه. دي ممكن نربطها بقلة خبرته شوية، خاصة إنه مدافع عنده 20 سنة بس ومستقبل لمصر والأهلي إن شاء الله. تعال أقول لك أرقام إياد العسقلاني في آخر مباراة مع فريقه الروسي قبل الإصابة. لعب 29 دقيقة بالظبط، المباراة كانت بتاريخ 14/9. إياد الماتش ده عمل 4 تمريرات صحيحة من أصل 7، وعمل عرضية صحيحة واحدة من أصل واحدة، لمس الكورة 17 مرة وعمل فاولين، وكسب الكورة 4 مرات من أصل 8. وكالعادة يعني أخد إنذار، وهي من النقاط السلبية عنده. تعال نتكلم بقى عن النقاط المهمة والمميزات بتاعت إياد العسقلاني. إياد مدافع أشول وبيقدر يلعب كباك شمال كمان، كورته حلوة قوي على الأرض وبيقدر يخرج بالكورة بشكل ممتاز ومستريح كده وذكي ومهاري، غير انه قوي وتوقعه ممتاز جدا في التدخلات، والجامبو بتاعه بيفكرني كده شوية بمحمد كوفي. فتعال نشوف ونحلل كام لعبة ليه ونأكد على الامكانيات دي ونشوف كلامنا هبد ولا بجد. تعالى معايا اوريك هجمة قدر يعملها اياد العسقلاني بنفسه رغم انه مدافع. الراجل استلم الكورة، راح ناحية الباك بتاعه، سلم الباك واتحرك صح، استلم الكورة من جديد وكمل كمان بسرعته وقوته، وقدر يعمل عرضية جميلة واسيست. ولكن للأسف المهاجم حطها بجوار العارضة. معنى كده ان هو الراجل قدر يصنع لفريقه هدف مؤكد ومحقق بغض النظر عن ان المهاجم ما قدرش يسجل. تعال اوريك بقى حتة خروج بالكورة بالعقل كده، مش عافيجة وخلاص، وبتوريك قد ايه المدافع ده مدافع تقيل وجامد جدا. اخد الكورة رقص الاول جوه منطقة جزائه، وشوف هيكمل فيه، هوب قطم وسط المهاجم وخرج بالكورة بمنتهى العقل والمهارة والرزانة. تعال اتفرج معايا على دي كمان، وحتة خروج تاني بالعقل وترقيصة للمدافع، وشوف الانطلاقة بتاعته بالكورة عاملة ازاي. راجل لعيب كورة مهاري قوي قوي قوي، مدافع أشول كما يجب أن يكون، دماغه كلها كورة، حريف، مدافع الأهلي محتاجه. تعالى اتفرج على المدافع لما يكون دماغه كلها ومليانة كورة، وشوف الثرو باص اللي بالمسطرة ده اللي قدر يعمله للمهاجم أو الوينج بتاعه. راجل عينه حلوة، نظرته حلوة للكورة، وكمان بساطه جميلة جدا بالمسطرة يا حبيبي. بيودي الراجل انفراد جوه منطقة الجزاء بثرو أقل ما يقال عنه إنه عالمي. تعالى بقى معايا يا اهلاوي اقول لك ايه اخر اخبار الصفقه، وصفقه اياد العسقلاني وصلت في فين مع النادي الاهلي. صفقه اياد العسقلاني، الاهلي بعت فعلا فاكس رسمي لفريقه روستوف الروسي ب 800 الف يورو، ولكن الفريق رجع رد عليهم قال لهم احنا عايزين 1,200,000. معنى كده ان الصفقه هتخلص ب1,000,000 يورو. بس الاهلي يقدم، هل الاهلي هيقدم ويخلص اياد، ولا هيبقى فيه تباطؤ وتخوف شويه عشان الراجل راجع من اصابه طويله وهي الرباط الصليبي؟ بس انا ليا نظره هنا ان لعيب الكوره مهما كانت الاصابات هيرجع بفورمه ومستوى احسن من اللي كان قبل كده، طالما هو اصلا دماغه مليانه كوره، وهو لعيب كوره تقيل قوي وراسي، واتمناه في الاهلي لانه بالنسبه لي افضل كمان من ياسين مرعي صفقه فاركو اللي خلصت خلاص. اتمنى اشوف اياد العسقلاني في الاهلي في الفترات اللي جايه مع العش ومع ياسين مرعي وياسر ابراهيم واشرف داري، عشان تكون كملت خط دفاع قوي تقدر تنافس بيه الموسم الجديد والبطولات الجايه كتير، خاصه ان اياد العسقلاني لسه مدافع عنده 20 سنه، وانت عندك خلي بالك ياسر ابراهيم خلاص قرب يشطب وخلاص في نهايه مسيرته، فانت محتاج مدافعين صغيرين جداد
يقدروا يبنوا معاك الفريق الفترات اللي جايه. متنساش تعمل لايك تاني وشير وعلى اوسع نطاق عشان نوري الدنيا كلها والفيديو يوصل لاداره النادي الاهلي عشان نلحق ونقدر نخلص اياد العسقلاني في اقرب فرصه بسرعه. وبس كده، سلام.